أهلا وسهلا مرحبا بمتابعينا الكرام الأوفياء متابعي قناة دي زد توداي. من فضلكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بهذا الفيديو. إذا متابعينا الكرام نواصل في سياق آخر التطورات والمستجدات على الساحة السياسية والدولية. متابعينا الكرام، كما تعلمون وكما هو متداول حاليا، يعني هذه الزيارة اللي راهي دايرة ضجة حاليا تاع وزيرة أو عضو من أعضاء الحكومة الفرنسية إلى الصحراء الغربية. قالت بأنه أمر خطير للغاية، ووزارة الشؤون الخارجية الجزائرية دارت بيان نددت فيه بهذه الزيارة اللي راهي تعتبر استفزاز واضح للصحراء الغربية وللجزائر خاصة. إذا متابعينا الكرام، كما راكم تشوفوا يعني رد الخارجية الجزائرية واش كان قالت لهم، مثل ما هو واضح. بيان تاع وزارة الخارجية الجزائرية، يعني هاوليك البيان: إن الزيارة اللي قام بها عضو من أعضاء الحكومة الفرنسية إلى الصحراء الغربية راهو أمر خطير للغاية، وراهي تستدعي الشجب والإدانة على أكثر من صعيد، كونها راهي تنم عن استخفاف سافر بالشرعية الدولية من قبل عضو دائم في مجلس الأمن الأممي. كما أن هذه الزيارة تدفع نحو ترسيخ الأمر الواقع المروكي أو المغربي في الصحراء الغربية، أرض لم يكتمل مسار تصفية الاستعمار بها، وأرض لم يحظى شعبها بعد بممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره. وفي الأخير فإن هذه الزيارة المستفزة تعكس صورة مقيتة أو للتضامن والتعاضد بين القوى الاستعمارية قادمها وحديثها. وبقيامها بذلك فإن الحكومة الفرنسية تستبعد نفسها وتنأى بها بصورة واضحة وفاضحة عن جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التعجيل بتسوية نزاع الصحراء الغربية على أساس الاحترام الصارم والصادق للشرعية الدولية. الجزائر 18 فبراير 2025. وكما تعلمون متابعينا الكرام، اليوم 18 فبراير يصادف للذكرى الوطنية أو احتفالا لليوم الوطني للشهيد. إذا ربي يرحم الشهداء وربي يرحم من مات على هذا البلد الوطن الأم الجزائر. متابعينا الكرام، نعود نولوا للموضوع تاع الزيارة هذه الفرنسية. كما راكم تشوفوا هذه رشيدة داتي راهي تجدد للأسف الشديد الدعم تاعها أو دعم فرنسا لمروكية الصحراء في زيارة إلى طرفايا. إذا كما راكم تشوفوا متابعينا الكرام، أرسلوها إلى المناطق المحررة في الصحراء الغربية، لكن الذي لا يعلمه الديك الرومي أنه يلعب لعبة القط والفأر ظنا منه المساومة والابتزاز، وفي الأخير ما راح يكسب والو، ما راح يدير والو. إذا رشيدة داتي وزيرة الثقافة الفرنسية ذات الأصول المروكية الحافل تاريخها بالفضائح المخزية في حياتها الخاصة والعامة، تقدم بزيارتها الاستيطانية لمدينة العيون المحتلة بالصحراء الغربية الوجه البائس للنظام باريس المتعفن الغارق في النفاق في أتعس صورة مثل ما تشاهدون. إذا متابعينا الكرام، كما أن هذه الزيارة كما قلنا تعتبر زيارة استعمارية قديمة وحديثة مثل ما عيدتها. هذا ما كان يجب على إسبريس أن تقوله لجماهيرها المغيب عن الوعي حول زيارة الوزيرة الفرنسية ذات الأصول المروكية للعيون المحتلة. كان لابد لهم أن يقولوا بقدومها للعيون ماذا يمكن أن تقدم رشيدة داتي وزيرة الفضائح الفرنسية للقضية الوطنية المروكية. للأسف الشديد هذا ما كان لابد أن تقول. إذا متابعينا الكرام، كما راكم تشوفوا يعني المجهودات اللي قامت بها الجزائر والنجاحات اللي تكللت بها على مستوى الصعيد العالمي مثل مجلس الأمن، وعلى الصعيد الإفريقي مجلس الاتحاد الإفريقي. إذا هذا دفع الأعداء الجزائريين باش يكونوا صوت واحد ضد الجزائر. إذا هذا الفنان الإسباني يضرب المروك عرض الحائط وفرنسا يعني عرابتها. فنان إسباني يحيي حفلا بالعاصمة الإسبانية مدريد حضره أزيد من 15 ألف مشاهد من مختلف بقاع العالم، وهو يرتدي قميص يحمل علم الجمهورية الصحراوية، كما راكم تشوفوا في صفعة موجعة لنظام المخزن ولفرنسا. وكذلك سي انكور بيغ متابعينا الكرام، والغريب في الامر ان السفير الاسرائيلي السابق في المروك امر السلطات المروكيه باتخاذ اجراءات صارمه ضد المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، وقالوا أن السلطات المروكية ردت عليه أنه تحت خدمة مولاهم ديفيد كما راكم تشوفوا.
وكذلك متابعينا الكرام الحرب، شوفوا هذا المسؤول المروكي يعلنها مباشرة بدون ولا حشمة ولا حتى حاجة. الحرب خربت علينا التطبيع. سفير المروك في واشنطن يتحسر على ضياع العلاقات المروكية الصهيونية ليس على غزة وضحاياها بل على إسرائيل بعد أن عكرت الحرب صفو التطبيع. هذه هي مهلكة مراكش ديفيد غوفرين سفير إسرائيل السابق لدى المروك. المروك متهم باستغلال الجنسي للمروكيات في السفارة، واللي رفض القضاء المروكي قبول شكاوى ضحاياه. يتحدث من تل أبيب وكأنه الحاكم الفعلي لمملكة أبو رغال، وقال لهم بأن المراركة اللي قاموا بإحراق علم الكيان في المظاهرات الداعمة لغزة سيدفعون الثمن، كما راكم تشوفون متابعينا الكرام. وكذلك، هل رأيتم في حياتكم أن بلد يرشي مسؤولين بتكفل بمصاريف حجهم أو الحج إلى بيت الله الحرام أي إسلام يطبقه المغرب؟ حتى اليهودية بريئة من إمارة المؤمنين التي في الرباط. هذا المسخ والدجل والهمج المغربي والمروكي الرسمي فاق الخيال والعياذ بالله من خطب جهنم كما راكم تشوفوا هنا. هذا تم نشره للعلن، هذا الكلاسيفاي أو الدوسي كلاسيفي، للأسف شديد نتأسف عليه. إذا ما يخفالكمش متابعينا الكرام، أسبوع الجزائر في 4 سوار كما راكم تشوفوا. الجزائر تحظى بمنصب نائب مجلس الأمن الإفريقي من خلال هذه الجزائرية. الجزائر كذلك تعيد بحث مشروع الغاز العابر للصحراء. الجزائر، النيجر، نيجيريا، وإقصاء المروك و13 دولة تابعة لها. بلا ما ننسى مشروع الهيدروجين الأخضر ساوث H2 كوريدور، لونسمون دان غرو بروجي اونتر لالجيري اي لوروب. وبلا ما ننسى كذلك حصول الجزائر على مقاتلات سو 57 اللي تسمح لها أنها تكون أقوى دولة وأقوى طيران في إفريقيا والمتوسط. بلا ما ننسى كذلك متابعينا الكرام، الاتحاد الأوروبي يتطلع لتعزيز الشراكة مع الجزائر، والجزائر تفرض شروطها على الاتحاد الأوروبي. السفير الأوروبي يؤكد بأن الوقت قد حان لمراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي. إذا متابعينا الكرام، كيف أقنعت الجزائر الاتحاد الأوروبي بضرورة الدخول في مفاوضات جديدة ومباشرة من أجل تعديل اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية؟ استطاع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن يجلس الاتحاد الأوروبي على طاولة المفاوضات ويقبل بشروط الجزائر بعد أن 5 سنوات منذ أن رفع الرئيس تبون شعار مراجعة الاتفاقية مع المؤسسات الأوروبية لعدم تكافؤ الفرص وتغير المعطيات. وأرسلت بروكسل أخيرا وللمرة الأولى ردا واضحا يفيد بقبول طلب الجزائر إعادة النظر إلى هذه الاتفاقية التجارية التي تسببت له وفق متابعين في خسائر فادحة. ولم يوافق الاتحاد الأوروبي على طلب الجزائر إلا بعد أن تأكدت الهيئة الأوروبية بأن الرئيس تبون جاد إلى أبعد الحدود ولا يجامل أحد في مصالح الجزائر. وجاء موقف الاتحاد الأوروبي على سفير أو على لسان سفيره لدى الجزائر دييغو مايادور، وصرح المسؤول الأوروبي إلى أن الاتحاد الأوروبي ملزم بمراجعة هذه الاتفاقية مع الجزائر نظرا إلى وجود ما وصفه بالحاجة إلى تحديث هذا الاتفاق بما يتماشى مع التغيرات الحاصلة في المناخ التجاري والمعطيات الاقتصادية التي تميز المرحلة الحالية. كما أكد السفير الأوروبي بأن الجزائر يمكنها استقطاب المزيد من الاستثمارات وتطوير وتسهيل مبادلاتنا التجارية وتكامل اقتصادينا. إذا متابعينا الكرام، كما راكم تشوفوا الجزائر تضع شروطها على أوروبا وتنجح في تقويض الأوروبيين. وكما راكم تشوفوا نختم هذا الخبر للأسف شديد، تصل مسؤولة أو وزيرة مروكية إسرائيلية إلى المغرب الثلاثاء والمراركة يرفضون هذا الخبر. متابعينا الكرام، ما تنسوش تخلونا جيم واشتراك في القناة. شكرا لكم.